مصطلحات بتستخدمها على السوشيال ميديا. الجزء الأول، سوشيال ميديا يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستجرام، تويتر، سناب، كل ده اسمه سوشيال ميديا. بيج يعني الصفحة الخاصة بيك. بوست يعني المنشور اللي بتنشره على الصفحة بتاعتك، وغالبا بيكون فيه لينك، رابط، أو تكست، نص مكتوب، أو فيديو، أو فوتو، صورة. نيو فيدز دي الصفحة الرئيسية، وغالبا بيكون فيها البوست اللي انت بتنشره، البوستس اللي اصحابك بيحطوه، وبوستس من صفحات تانية كمان. على الفيسبوك بيكون اسمها نيو فيدز، بس على تويتر بيكون اسمها تايم لاين. ريتش ده مصطلح بنستخدمه على الفيسبوك، ومعناه البوست بتاعك وصل لقد ايه من الناس، عدد الناس اللي وصل لهم البوست بتاعك. في نوعين من الريتش على الفيسبوك، في اورجانيك ريتش وفي بايد ريتش. اورجانيك ريتش يعني ان البوست بتاعك وصل للناس من غير اي مجهود منك، من غير ما تدفع فلوس للفيسبوك علشان البوست ده يوصل للناس. ودي بقى حاجة بتقيس مدى قوتك على الفيسبوك. كل ما بيزيد معدل الوصول الطبيعي، ده بيكون معناه ان قيمة المحتوى اللي انت بتقدمه عالية. البايد ريتش دي بقى مختلفة تماما عن الاورجانيك ريتش. البايد ريتش معناه ان البوست بتاعك هيوصل للناس، بس مقابل انك هتدفع فلوس للفيسبوك عشان يظهروه لعدد اكبر من الناس. بوست المعنى الحرفي ليها هي زيادة، ودي كلمة هتلاقيها مكتوبة جنب كل بوست انت بتحطه على البيج بتاعتك، ومعناه انك تقدر تمول الاعلان او تقدر تمول البوست اللي انت عامله ده عن طريق الزرار ده. engagement الكلمة دي تقريبا شرحة نفسها، وبتتقال على البوست اللي انت بتحطه على الصفحة بتاعتك عشان تجذب الانتباه لفكرة ما. content يعني المحتوى، والكلمة دي بتتقال على المحتوى اللي انت بتقدمه او اللي اي حد عنده بيج بيقدمه فيها. content. conversion rate يعني معدل التحويل، وده مصطلح بيتقال لما بتكون عامل بوست، والبوست ده يكون الهدف منه انك مثلا بتعلن عن منتج، والهدف من الاعلان ان الناس تدخل تشتري او على الاقل تستفسر. لو ده ما اتحققش من البوست اللي انت عامله، فده معناه ان الكونفرجن ريت للبوست ده قليل. هاشتاج من اشهر المواقع اللي بتستخدم الهاشتاج ده، فيسبوك، انستجرام، تويتر، جوجل بلس، ومهمته بيكون انه يسهل عليك تصنيف المواضيع. inbound marketing يعني التسويق الضمني، يعني التسويق الغير مباشر، وده بقى بيعتمد على قوة الكونتنت اللي انت بتقدمه اصلا.